فاكر اللقطة دي من فيلم الفار الطباخ؟ عمرك كنت ماشي في الشارع قبل كده وشميت ريحة فراخ مشوية افتكرت لمة العيلة يوم الجمعة، أو شميت ريحة بسيسة أو كيكة وافتكرت بيت جدتك؟ ليه الريحة عندها القدرة القوية دي إن هي تسحبك من الواقع وترجعك للحظة زمان عشتها؟ السر إن الشم هو أقصر طريق للذاكرة، مش كان القلب الشم. بص، كل الحواس بتعدي على مركز الفرز في المخ الا الشم. الروائح بتوصل مباشره لجزئين مهمين وحساسين جدا في المخ. اول حاجه الحصين، وخلينا نقول ان ده مصنع الذكريات. واتنين اللوزه الدماغيه، ودي مركز المشاعر. لما ريحه معينه بتوصل ليهم على طول المخ بيفتح الدرج اللي فيه الذكرى المعينه المرتبطه بالريحه دي. زي جمله كاتب اسمه مارسيل بروست كان بيقول: رائحه واحده كفيله ان تعيدك سنوات الى الوراء، لان الريحه دي مرتبطه بامان، دفء، وجود العيله، ذكرى عشتها. الانسان زمان كان بيعتمد على الشم عشان يتاكد ان الاكل ده امن، فالمخ بقى يسجل الروائح بقوه كبيره. علشان كده لو شميت ريحه ملوخيه فافتكرت سفره في رمضان، لو شميت ريحه كيكه افتكرت عيد ميلادك او بيت جدتك، عديت وشميت اكله سمك افتكرت رحله اسكندريه. مش لان الاكل مهم، لكن الشعور اللي حواليه هو اللي متخزن في عقلك. في دراسه اتعملت في جامعه نورث عرضوا على المشاركين فيها اصوات وصور وروائح مرتبطه بذكريات قديمه ليهم. النتيجه ان الروائح هي اللي فعلت مركز الذاكره في المخ بشكل اقوى مرتين من الصوره والصوت، والمشاركين افتكروا تفاصيل ادق لما كانت الذكرى مربوطه بريحه هم شموها. كأن المخ بيقول لك لو عايز تفتكر شم. طب وليه بحس ان انا رجعت اعيش الذكرى من تاني؟ لان الريحه مش بس بتستدعي الحدث، هي بتستدعي المشاعر اللي كانت موجوده وقتها، وده اللي ممكن يخليك فجاه مبسوط او حزين رغم ان مفيش حاجه حصلت. ريحه الماضي مش دايما وحشه، بس ما تعيش فيها كتير. حلو انك تشم او تفتكر او تحس بذكرى عشتها قبل كده، بس الاهم ان هي ما تنسكش الحاضر بتاعك دلوقتي.